السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أنتم طيبين ولا لا؟ طيب، قصة الولد اللي اسمه سكاد اللي طلع فيديو حقه وهو قاعد وكان فاتح المايك وقاعد ينجلد. قصة الولد هذا إن هذا كان اسمه سكاد، وكان يبي يلعب مع بنت خالته، وكان يبي يفتح المايك عشان يقدر يكلمها. وبعدها كان المفروض ان المايك لازم يكون عمرك فوق 18 عشان بس تفتح مايك وتتكلم. اوكي. وبعدها راح واخذ هوية امه. وبعدها هذا اخته عرفت ان اخذ الهوية، احنا نسميها بطاقة الصرافة، وراح ودفع فيها عشان يفتح المايك. وبعدها الولد هذا قاعد يكلم بنت خالته. وبعد امه، لا مو امه، اخته، لما درت انه هو اخذ بطاقة الصراف وراح يكلم، راحت وقالت لأمها. بعدها أمها قامت على طول، مسكت حزام، قعدت وراحت إلين عنده بالغرفة، وعلى طول سمعته وهو قاعد يكلم. على طول قامت تجلده 2 ساعة. وبعدها الأب جلده 7 ساعات والأم 2 ساعة. يعني ما انتم متخيلين، يعني 7 ساعات، لا مو 7 ساعات، 9 ساعات. يا أخي ارحموا. بعدها الله يرحمه. وفي ناس يقولون ان هذا الولد كان يبي يكلم بنت، وراح وقال لأمه وأبوها بيفتح المايك بروبلوكس. وبعدها أمه وأبوه كانوا ساكنين. ماني بقادر أنطق الكلمة لأن الكلمة حرام عندنا هنا في السعودية. أوكي. بعدها قاموا جلدوه، ثم يعني مات، أقصد توفى، الله يرحمه. طيب، وفي ناس يقولون إن هذا كان يبي يكلم بنت، وراح واخذ هوية أمه، وأمه درت إنه أخذ الهوية وبطاقة صراف اللي أنتم تسموه اعتبروه كذا. أوكي. بعدها بعدها أخذت الحزام وقامت تجلد 2 ساعة ومات. وهذا كله اللي أنا جمعته. وأتمنى لا تنسون الاشتراك في قناة FG7CH، قناة سلطان بالإنجليزي، اكتبوا سلطان يطلع لكم. ويلا مع السلامة. دقيقة، هذا خلونا نسولف الحين، ننبسط، تغير الصدام أصلا. ترى هذا الشارع له نهاية. يلا خلاص مع السلامة.